السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن كولاجرا غسول، وهقول لكم كل المميزات والعيوب اللي أنا لقيته فيها، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أنا طبعا من فترة طويلة، يعني من كام شهر كده، كنت عاملة لكم ريفيو عن غسول أرجانتو كلير، وقلت لكم بصراحة إن هو ما كانش أحسن حاجة معايا، وإن هو نشف بشرتي وطلع لي حبوب، وأنا في العادي أصلا بشرتي صافية، يعني نادرا ما بيطلع لي حبوب في وشي. وبصراحه الغسول من الحاجات الاساسيه اللي لازم يكون موجود عند اي بنت، ان هي تغسل وشها بغسول الصبح طبعا، غير الصابونه. يعني انت لو بتستخدمي غسول تمام، بديل عنه على طول الصابونه تضوف، بغض النظر بقى عن المقاطعات. يعني انا دلوقتي بتكلم بس يعني ان هو حاجه تكون مرطبه وشك تمام. الصابونه بصراحه العاديه دي صعبه جدا على الوش. طيب خلينا نتكلم بقى ونخش في الغسول على طول. غسول ارجانتو كلير انا كنت بتكلم عليه وقلت ان هو مش كويس، وان هو طلع لي حبوب، وبنات كتير كلمتني وقالت لي طب يا مروه ابعت لنا او قولي لنا او اعمل لنا ريفيو عن غسول تاني نستخدم ايه مكانه. فانا جايبه لكم النهارده الغسول بتاع كولاجرا، وهقول لكم هو ده اللي انتوا تقدروا تستخدموه بدل ارجانتو كلير، وجربوه بجد مش هتندموا. طيب بصوا، انا العبوه دي فاضيه يعني، بس انا حبيت ان انا اوريها لكم. هي عبوه خلصانه خلاص، انا استخدمته لغايه اما خلصته خالص، وجبت عبوه تانية اهي تمام، دي اللي هي الجديده. طيب هقول لكم كل المميزات الخاصه بالغسول ده وجبته منين وكل حاجه. اول حاجه المميزات الخاصه بالغسول ده، ان هو طبعا يعني سعره طبعا في المعقول. هو بيتباع في الصيدليات بحوالي 180 جنيه او 160 جنيه، بس انتوا لو جبتوه من على امازون او من على جوميا هو هتلاقوه ارخص سعر، ممكن يوصل معاكم ل 90 جنيه او 95 جنيه بالكتير. انا لسه طالباه من جوميا وكان ثمنه 95 جنيه تمام. وقبليها برده كنت طالباه من امازون وكان نفس برده الرينج، بس لو سالتوا عليه في الصيدليات هتلاقوه اغلى من كده، فخليكم طبعا في جوميا او امازون تمام. ده بالنسبه للمكان. طبعا انتوا الغسول بيستخدم ازاي؟ انا بستخدمه مره الصبح ومره بالليل، عشان ان انا اخلص وشي من الدهون الزياده اللي هي ممكن تعمل لي حبوب على بشرتي او حبوب تحت الجلد، وفي نفس الوقت ترطب بشرتي. طيب يلا بينا بقى ندخل على مكونات الغسول. هو الغسول عندي هنا مكتوب اهو عليه كولاجرا، مكتوب ان هو بفيتامين سي وفيشيال كلينر، يعني اللي هو غسول للوجه، وايتنينج بيفتح، عندي انتي ايجينج اللي هو يعني مضاد للشيخوخه. ايجينج دي جايه من ايج اللي هو العمر، وعندي كمان اللي هو انتي اوكسيدنت اللي هو مضاد للاكسده. طيب هو بيفتح ولا ما بيفتحش؟ هو بيفتح يا جماعه، بس لو استخدمناه مع مجموعه تفتيح. مفيش غسول لوحده هيفتح، هو بيفتح وبيشيل البقع الداكنه وكده، بس لازم نستعمل مجموعه كامله. ما ينفعش استخدم غسول واقول ان انا الغسول ما جابش معايا نتيجه في التفتيح، لكن لو استخدمتيه لوحده من غير مجموعه طبعا تفتيح فهو مش هيفتح معاكي، او هيفتح بنسبه يعني ما تذكرش. يعني مكتوب عليه اهو هنا for all skin types، لكل انواع البشره تمام. عندي هنا 200 مللي اللي هو الحجم بتاعه هو 200 مللي. الغسول ده مصري يعني، ويعتبر من الغسولات المصريه الكويسه المحترمه. طيب هندخل على المكونات بتاعته، اللي هي الجزء اللي هو لو احنا هنتكلم دلوقتي عن الانجريدينت اللي هو المكونات بتاعته تمام. انا بحاول ان انا يعني اظبطها لكم كده شويه. اول حاجه طبعا عندي واتر اللي هو الميه، هو حاجه ليكويد يعني تمام. فيتامين سي، فيتامين سي طبعا ده بيساعد على ان هو يشيل البقع الداكنه، اللي هو لو احنا عندنا كلف او حاجه مثلا غامقه او بقع مطرح الحبوب، وبيوحد لون البشره، وطبعا لما بيشيل الحاجات دي بيخلي البشره منوره. عندي برده فيتامين اي اهو تمام. فيتامين اي ده بيساعد ان هو بيخلي الهالات السوداء اللي في الوش او اللي هو تحت العين بيقللها، وبيقلل التصبغات طبعا، وبيقلل علامات تقدم السن. عندي بعد كده اللي هو المارين كولاجين. المارين كولاجين ده بيساعد ان فيتامين سي البشره تمتصه، دي اول حاجه بيعملها. وتاني حاجه بيساعد على تقليل التجاعيد، ان هو بيقلل التجاعيد اللي موجوده في البشره، وكمان بيرطب البشره تمام. وبيساعد طبعا على اللي هو تحفيز انتاج الكولاجين، لان البشره طبعا بتنتج كولاجين. لما انا بحط لها كولاجين اضافي طبعا البشره بتتحفز ان هي تنتج كولاجين، عشان ده بيساعد على نضاره البشره. عندي هنا برضو كمان هنا اللي هو الفيرليك اسيد، ده بيساعد على مقاومه علامات تقدم السن، اللي هي الرينكلز والخطوط اللي هي بتبقى تحت العين، الخطوط التعبيريه والخطوط اللي هي بتبقى تحت العين. وعندي كمان اللي هو الجرين تي اكستراكت اللي هو الشاي الاخضر، اللي هو بخلاصه الشاي الاخضر. الشاي الاخضر طبعا
احنا لو وشنا بيبقى بهتان او في مشكله بيقول لك حطي اعملي شاي اخضر اغليه وسيبيه يسقع، تمام، وبعد كده حطي قطنه وحطيه على وشك. طبعا ده بيخلي البشره، بيهدي البشره وبيخلي البشره نضره وبيقفل المسامات، حاجات كتير بصراحه. والالوفيرا عندي برضو هنا بخلاصه الالوفيرا، معرفش هي باينه عندكم ولا لا، هو الوفيرا اكستراكت. الالوفيرا برضو ده بيساعد على الترطيب طبعا، ويعني الناس كتير قوي بتتكلم على الالوفيرا وفوائد الالوفيرا يعني للبشره، بيساعد على الترطيب، حاجات كتير جدا يعني بصراحه. عندي تاني اللي هو الحاجه بقى التوب اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، اللي هو عندي برضو اللي هو هنا الجزئيه دي مكتوب هو ليكتيك اسيد. ده بيساعد على ان هو يقشر البشره. هو مش تقشير اللي هو عميق، لا، تقشير اللي هو الخفيف ده، اللي هو بيخلي البشره يعني ايه، الجلد اللي هو الميت يبقى يعني ايه زي فتفت كده، او يطلع كده حاجه خفيفه، تمام. وعندي برضو اللي هو الجزء الليكوريك اكستراكت، ده بيساعد على التبييض. وطبعا عندي مكونات كتير قوي، انا لو اتكلمت بصراحه عن المكونات ومسكت واحده واحده وشرحتهم بالتفصيل يعني مش هنخلص بجد يعني. فهو انا اقدر اقول لكم ان هو بيحتوي على حاجات كتير. طبعا مهم ان انت تقري الانجريدينت اللي هو المحتويات او المكونات الخاصه باي حاجه بتجيبيها عشان تبقي فاهمه. طبعا هنا عندي ميثود اوف يوز، اللي هو طريقه الاستخدام. بيقول لي يعني ان هو ابلاي 1 اور توايس ديلي، بتستخدميه مره او مرتين في اليوم على ابلاي تو ويت سكين، على بشره يعني مبلوله او يعني فيها ميه يعني، تمام. وبيقول لي ان هو بتغطيه الوجه وبتسيبيه بعد كده يعني بتسيبيه يعني وكده، وبعدين بتغسلي وشك، تمام. طيب عندي ايه تاني بين الحاجات الموجودة عليه؟ ان هو للاستعمال الخارجي فقط. عندي برضو ان هو يحفظ بعيد عن الاطفال، ما يجيش في العين، الحاجات اللي هي العادية يعني، تمام. الحاجات اللي تحت دي كلها عادية. طيب بصوا الغسول اهو، هو ملمسه او لونه من جوه، هو لونه بصوا بينزل عشان هو بس العبوه مليانه جدا على اخرها، تمام. عشان هي لسه جايباها جديده. انا عايزه اوريكم بس الرغوه بتاعته ايه. بصوا انا مش حاطه ميه ولا اي حاجه على ايدي، تمام. بصوا الرغوه بتاعته ولونه، هو الريحه بتاعته فلاور كده شويه، تحس ان هو يعني ريحه يعني ايه فروتس على فلاور يعني، ما تحددهاش، بس هي ريحتها حلوه يعني، ما فيش اي مشكله بالنسبه للريحه. انا عندي برضو اللي هو بخلاصه العرقسوس. طبعا العرقسوس ده بيساعد على تبييض البشره وتفتيح البشره. بصراحة هو كويس وانا رشحه لكم. ولو يعني تستخدموا غسول، وطبعا مهم جدا ان اي بنت تستخدم غسول لبشرتها، ودي حاجة يعني من الروتين اليومي يعني للاستخدامات يعني بتاعتنا العادية الشخصية. فهاتوه مش هتندموا، وبجد يعني انا رشحه لكم وبشدة، وسعره معقول. واتمنى ان الريفيو ده يفيدكم، وبجد لو اي حد استخدمه اكتبوا لي في الكومنتات، اي حد استخدمه اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رايكم فيه. ولو حصل معاكم اي سايد افكت اكتبوا لي برده في الكومنتات. بس انا بتكلم عموما عن تجربتي الشخصيه لحاجه معينه، اللي هي في الغالب بتنفع والله الناس كلها يعني. انا بشرتي بشره عاديه عادي زي بشره اغلبيه الناس، مش يعني مش حاجه مختلفه شويه. فده يعني يعني انا اما بشتري اي منتج بتمنى ان حد يقول لي رايه فيه بكل صراحه، لان هو كده كده مش مستفاد حاجه من الشركه، غير لما يكون بقى هو بيعمل يعني دعايه للشركه، دي حاجه تانية. بصوا الغسول المراغي في ايدي ازاي. فاتمنى ان انا اكون فدتكم بالريفيو ده، وشكرا ليكم ولوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم. وما تنسونيش في اللايك للفيديو والسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.